مساء الفل يا ست الكل. ده فانيش منظف الأجزاء الداخلية لغسالة الأطباق. دلوقتي هقول لكم ازاي تستخدموه، بس قبل ما اقول لكم في كام معلومة انبهكم عليها. هقول لكم على معظم الأسئلة اللي هتسألوها. تغني عن دورة الخل؟ تغني عن دورة الخل. استخدامه كل قد ايه؟ كل 3 شهور مرة. لو بتستخدمي غسالتك مرة في اليوم، اما لو بتستخدمي غسالتك مرتين او 3 مرات في اليوم يبقى كل شهرين مرة. سؤال تاني، انا بحب انضف الغسالة كتير جدا، ممكن استخدمه كل شهر مرة؟ لا غلط، هي مرة كل 3 شهور او كل شهرين زي ما قلنا. سؤال تاني، هو خلال ال3 شهور اما ينفع اعمل دورة خل معاه؟ غلط طبعا. تعمليه هو كل 3 شهور او كل شهرين مره فقط. ممنوع اي خل، اي كربونات، اي حامض يتعامل معاه. ليه بقى؟ لان المنظف ده قوي شديد على الاجزاء الداخليه. فنستعملوه ازاي؟ تعالى اقول لك نستخدموه ازاي. قبل ما نستخدموه في معلومه، بتلاقيه كده بيجيلك فاصل الغامق فوق والفاتح تحت، عادي جدا. اول ما نقلبوه اصلا هيبقى كله مع بعضه. اول خطوه في استخدام المنظف هنشيل الستيكر اللي فوق ده. اوعي تفك الغطا، الستيكر بس. من هنا شوفي، هو هتلاقي علامه هنا اللي هي بتاعت الفك. من الجزئيه دي تشيل الستيكر بس كده. شايفين بقى الحته اللي لونها فاتح دي مقفوله، ولكن مش اما نقلبها في وسط البرنامج مع درجه الحراره والميه هتتفتح اوتوماتيك. مش هتتفتح في اول البرنامج، لا، في نص البرنامج مع درجه الحراره. اول حاجه هنحطوه بطريقه معينه مقلوب كده، شوفوا اللون بتاعه بدا يتحرك. وهنحطوه هنا بالشكل ده في السله السفليه، وممكن احطه في السله العلويه عادي جدا يا جماعه. تمام. وبندخل الرف كده، وطبعا الغساله تكون فاضيه ما فيهاش مواعين. هنا بقى هنشوف برنامج ايه. بسم الله. لو انت عندك برنامج التنظيف الذاتي شغالي على برنامج التنظيف الذاتي. طب لو ما عندكيش بتختاري اعلى برنامج فيه اعلى درجه حراره. انا هنا هختار ايه؟ مش وقت طويل وبس، لا، اعلى درجه حراره. انا اعلى درجه حراره عندي الحلل. برنامج الحلل ده بيكون اعلى درجة حرارة علشان بيكون في الحلل فيها شدة اتساخ ودهون. ونقول بسم الله. تشغيل. ايوه. وبعد ما نخلص البرنامج هنشوف النتيجة مع بعض. كده يا ست الكل خلصت، ونقول بسم الله. نفتح الغسالة. بسم الله الرحمن الرحيم. ما شاء الله ما شاء الله. بسم الله الرحمن الرحيم. ما شاء الله. دي حاجة زي الفل، بتلمع زي الفل. حتى الفلتر، نشوف الفلتر. الفلتر طبعا لازم يتنضف ويتغسل. دي رواسب، شوفوا الاجزاء ده كله، ده من الاجزاء الداخليه. ده مسحوق قديم مكان الغسيل، مسحوق بودر. دي رواسب مكان الاجزاء الداخليه. ده طبعا هيتنضف دلوقتي ويركب تاني. نشوف بقى العبوه. العبوه فضيت بشكل كامل. وفي ملحوظه يا جماعه، العبوه ممكن هنا مع قوة الرشاشات تيجي كده تميل، فممكن تحطوها في الرف العلوي، مفيش مشكلة. في الرف العلوي بتكون السنون ضيقة شوية، فبتكون أفضل، بتكون محكومة. لو عجبكم الفيديو لايك وشير. دعوة حلوة يا ست الكل. شكرا.